تخيل عزيزي المتابع انك انت تطيح في بير عمقه 60 متر وما تقدر تطلع منه لمدة 3 أيام. ايش بيكون شعورك؟ تخيلت؟ شعور جدا مخيف. هذا ريان الآن قاعد يحس بهذا الشعور وإلى الآن ما طلعوه من البير. اليوم يا حبايب قلبي بتكلم لكم عن قصة الطفل ريان اللي طاح في بير، قاعدين يحاولون ينقذونه عشان ما يموت، والحمد لله باقي على قيد الحياة. قبل أمس كتبت عنه في سناب شات وناس كثير ما يدرون وش السالفة، مع أنه حدث جدا جدا منتشر في العالم العربي وكل الناس قاعدين يدعونه، وإلى الآن في أجانب قاعدين يتكلمون عن ريان. ففكرت أني أخصص له مقطع أقول قصته وفي نفس الوقت أخلي الناس يدعون له أن الله يطلعه بالسلامة، لأنه إلى الآن هو ناشب في البير. نفس القصة صارت مع لما الروقي في السعودية، ولكن لما جلست أكثر من 13 يوم مسجونة في البير، وانتشر الخبر جدا في المملكة العربية السعودية عن لما الروقي. طاحت لما الروقي يا جماعة الخير في بئر ارتوازي، والكل يدري بهذه السالفة، والله يرحم لما الروقي ويسكنها جنات النعيم. والآن يتكرر الموضوع يا جماعة الخير في الطفل ريان المغربي، طاح في بير ارتوازي برضه عمقه 60 متر. السلام عليكم وبركاته، كيفكم؟ شو الخير؟ معكم ريان هو مجد جيب لكم بمقطع جديد وقصة عن الطفل ريان وكيف طاح وايش صار معاه الى الآن. يوم الأربعاء تاريخ 2 فبراير 2022، يعني قبل كم يوم، في طفل اسمه ريان عمره 5 سنوات عايش في المغرب في مدينة شفشاون. طلع من بيت أهله وبعدها اختفى، وأهله هم يدورون جنب البيت تذكروا أن في بير. البير هذا تبع أهل ريان. البير يا جماعة الخير كان عليه غطاء خفيف جدا، وتوقع ريان أنه لو جلس عليه أو مشى عليه ما راح ينكسر. ريان قال بمشي عليه وإن شاء الله أنه يتحملني، ولكن ريان يا جماعة الخير مشى على هذا الغطاء اللي هو غطاء البير وطاح فيه. بعد ما فقدوا ريان قاموا يبحثون عنه وتذكروا ان عندهم بير، جو يبغون يشوفون هل هو في البير او لا. لقوا ان الغطاء ما هو موجود لانه طاح الغطاء مع ريان، وبسرعة اتصلوا على السلطات المغربية عشان ينقذون ريان. استجابت لهم السلطات وبسرعة جو على البيت. كانت المهمة الأولى يا جماعة الخير انهم يشوفون هل ريان جوا البير ولا لا. المهمة يا جماعة الخير كانت جدا معقدة، البير مظلم يا جماعة الخير وضيق، وكانوا وقتها ما يدرون كم عمق البير. فريق الإنقاذ المغربي أبذل جهده بحيث أنه يشوفون هل ريان جوا البير ولا لا. قاموا يبحثون ويحسبون القطر، وجابوا إحصائية أن البير عمقه من 30 إلى 60 متر، وجلسوا يا جماعة الخير لأكثر من 10 ساعات وهم يبحثون يشوفون هل ريان جوا البير ولا لا. وبعد 10 ساعات الأدوات المستخدمة في البير حصلت جسم غريب في عمق 30 متر، وما يدرون هل هو ريان أو لا. كان اشتباه. نزلوا فريق الإنقاذ كاميرا من فوق إلين عمق 30 متر إلى المجسم نفسه اللي هم شاكين إنه ريان. وصلت الكاميرا لريان واكتشفوا إن ريان في هذا العمق وموجود. وفريق الإنقاذ ما يدري هل هو ريان الآن حي أو ميت، لأنه استمر ريان مفقود جوا البير لمدة 20 ساعة. الكاميرات اللي حاطينها جوا البير كان هدفها الأول يشوفون إن ريان هو موجود في البير ولا لا، وكان هدفها الثاني يشوفون هل هو حي أو لا. حاولوا يدخلون كاميرات ثانية لعمق أكثر بحيث يشوفون ريان بالكامل ويشوفون هل هو يتنفس أو لا. دخلوا الكاميرا يا جماعة الخير ووصلوها لعمق 30 متر عند مكان ريان، وطلع في الكاميرات إنه ريان كامل الجسم باين لهم، واكتشفوا ان ريان قاعد يتنفس بشكل سريع. ووضحت الكاميرات ان ريان الحمد لله حي، ولكن تعرض في صدمات في وجهه. الحمد لله المهمة الأولى نجحت، والمهمة الثانية برضو نجحت الحمد لله ان ريان حي. طلبت السلطات المغربية بأن يشوفون متطوع ينزل لتحت ويحاول يمسك ريان ويطلعه لفوق، ولكن بشرط انهم يكون الشخص نحيف. ومن حسن فريق الإنقاذ ان في شخص اسمه عماد، عضو في الهلال الأحمر المغربي ومتخصص في تسلق الجبال واستكشاف المغارات. قال عماد أنا راح أتطوع إن شاء الله وراح أنزل للبير وأسحب ريان معي. ولكن يا جماعة الخير حصلت هنا مشكلة جدا جدا كبيرة، وعماد وهو نازل للبئر ووصل لمستوى 10 متر بدأ يضيق التنفس عند عماد، وجسمه ما استقبل انه ينزل اكثر من 13 متر. ولكن يا جماعة الخير اكد عماد ان ريان الحمد لله الى الان هو عايش وحي. عماد ما قدر انه يستحمل ضيق التنفس اللي تحت،
فكيف ريان يا جماعة الخير طايح عمق 30 متر، عماد وهو أكبر من ريان ما قدر يستحمل ضيق التنفس اللي تحت. بير يا جماعة الخير ضيق ومظلم، يعني تخيل أنت تنزل 30 متر كيف بيكون الأكسجين. ويوم فشل عماد بأنه راح يوصل لريان جابوا طريقة ثانية أنهم يحفرون البئر من تحت، ولكن هذه مسألة جدا خطيرة. لحد الآن يا جماعة الخير ريان لسه عالق في البير. ريان طاح يوم الأربعاء وأنا الآن قاعد أصور الفيديو يوم الجمعة الساعة 8 المساء، وإلى الآن ريان عالق وقاعدين يحاولون ينقذونه. أهل المغرب كلهم عند ريان عند البئر وكلهم يدعون له إن الله يطلعه. جهة قاعدة تراقب ريان عبر الكاميرات وجهة ثانية قاعدة تحفر بالوصول إلى ريان من تحت. الجرافات مستمرة لمدة 10 ساعات، جرافات تروح وجرافات تجي بدون توقف. بعد مناقشات مع فريق الإنقاذ والسلطات المغربية أدوا إلى حل بسيط بحيث أنهم ينقذون ريان. هذا الرسم التقريبي للخطة، بأنهم يجيبون جرافات يحفرون من عند البئر، هذا البئر، ويحفرون من هنا بحيث الوصول إلى ريان بشكل أسهل. مرت أكثر من 40 ساعة من سقوط ريان في البير. وصلت الجرافات إلى عمق 20 متر وتبقى 10 متر على ريان. تخيلوا يا جماعة الخير أنك تعيش في بير لمدة يومين بدون لا تأكل ولا تشرب، وغير الألم اللي يجيك وغير الرعب وغير الظلمة اللي أنت فيها وغير التنفس، ما انت قادر تتنفس. والجميع يا جماعة الخير منبهر ان كيف ريان متحمل وربي معطيه هذه القدرة ما شاء الله تبارك الله. زودوا الجرافات يا جماعة الخير من 4 وصارت 6 جرافات بحيث الحفر عشان يوصلون بأقصى سرعة لريان وينقذونه. السلطات المغربية أوصلت طيارة بحيث أول ما يطلعون ريان يركبون الطيارة على طول وأقرب مستشفى عشان ينقذونه. السلطات المغربية حابين يتأكدون أن ريان باقي عايش أو لا، نزلوا كاميرات مرة أخرى عشان يكتشفون. طلع ريان باقي يتنفس والحمد لله على قيد الحياة ولكن قاعد يتألم. بعد محاولات للحفر قرروا أنهم يشيلون كل الجرافات وما يبقون إلا جرافة واحدة بسبب الاهتزازات وبسبب ثقل الجرافات على البير، خايفين من سقوط التربة على ريان. وصل لهم واحد متطوع اسمه زكريا عمره 12 سنة، تطوع وقال أنا أبغى أنزل وأنا أقادر أني أنا أسحب ريان. جو المسؤولين قالوا لا احنا ما نقترح أنك تنزل، لأنه عماد يا جماعة الخير كبير ولا قدر يتنفس، فكيف هذا الشخص اللي عمره 12 سنة. والد الطفل زكريا يا جماعة الخير يقول أنا مستعد بأن زكريا يضحي بحياته لجل ريان. والسلطات المغربية والمسؤولين في إنقاذ ريان رفضوا رفض تام، ما يبغون أي متطوع آخر، وراح يتعاونون كلهم بإخراج ريان. طلع المتحدث الرسمي يا جماعة الخير لفريق الإنقاذ يتكلم في القنوات أن العملية هذه راح تستغرق أكثر من 6 ساعات ويمكن أكثر من 6 ساعات، لأن التربة جدا هشة يعني ضعيفة جدا، وأي استعجال في العملية ممكن تؤدي الخطر على ريان ويمكن ينهار البئر. وأكد المسؤول برضو أنهم واصلين إلى 22 متر، وبعد محاولات وبعد ساعات وصلوا إلى 25 متر، وهذه الصورة التقريبية للحفر. وبعد عمل مستمر في الحفر يا جماعة الخير وصلوا إلى 27 متر. يا الله يا الرعب، ريان قاعد يسمع الإزعاج وقاعد يسمع الناس وقاعد يسمع كل شيء، وريان عنده أمل إنه راح يطلع بإذن واحد أحد. وفريق الإنقاذ قاعد يحاول إنه يوصل الأكل لريان، وانتشرت مقاطع جدا لريان إنه قاعد يأكل الأكل، وهذا جدا شيء مبشر الحمد لله إنه طيب وبخير وقاعد يأكل ومدرك هذا الشيء. منتشر ترند، والترند هذا جالس 3 أيام مكتوب انقذوا ريان، ما بقى ولا أي عربي اللي قاعد يدعي له إلى الآن لهذه الساعة ما طلع. شوفون قاعد أبحث إلى الآن ما في أحد بشرنا أنه طلع وبخير. شوفوا مكتوب لقطات منذ قليل بعد غروب الشمس اللي هو احنا يوم الجمعة الآن، لا تفاصيل مهمة حتى الآن، ما في ولا أي تفاصيل مهمة. قبل فترة يا جماعة الخير واحد من أقارب خالي طاح في بير في سبت العلاية في باشوت، طاح في بير يا جماعة الخير ومات توفى. الآبار هذه اللي موجودة لأجدادنا من قبل 50 سنة كانوا يحفرون الآبار عشان يوصل لهم الموية، يعني كل فخذ له بير، وإلى الآن الآبار موجودة. فجاء قرار من بعد ما طاح هذا اللي يقرب لخالي، طاح في البير وتوفى الله يرحمه، جاء قرار انهم اي احد عنده بير وما يقفله غرامة وسجن. فالآن كل الآبار
تقفلت. والله الآبار مشكلة يا جماعة الخير، الآبار مشكلة جدا. تخيل أنت تمشي في حديقة أو في مزرعة وتطيح لك في بير ارتوازي عمقه 60-30، ما تدري أنت بتعيش أو تموت. منظر مخيف وشعور مخيف. الله يطلع بالسلامة لنا ريان إن شاء الله بإذن واحد أحد. وإذا طلع بالسلامة إن شاء الله أنا مني أوصل له هدية، أوصل له أي شيء. أهم شيء ينسى اللي جاه، أهم شيء ينسى الرعب اللي جاه. الله يطلعه بالسلامة. ادعوا له يا جماعة الخير. وأي أحد يعرف ريان أو له صلة بريان أو يعرف بيته يتواصل معي على الإيميل اللي تحت موجود في الديسكريبشن. أبغى أوصل له هدايا يا جماعة الخير، أبغى أوصل له هدايا، أبغى أوصل له مبلغ مالي ينسى ويضيع الشيء اللي شافه في البير. الله يطلعه بالسلامة إن شاء الله. فأي أحد مغربي يبغى الخير تكفى تواصل معي تحت عشان نوصل هدية لريان. الله يطلعه بالسلامة. أنت بس تخيل شعورك هذا في البير لمدة تقريبا 3 أيام. أنت داخل بير، ضيق تنفس، ظلمة، رعب، ما تدري بتطلع ولا ما تطلع، تسمع الحفارات يحفرون عشان يوصلون لك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تعالوا عندي في التويتر، ضيفونا تحت التويتر عشان نشوف إيش قصته الآن، هل طلع ولا ما طلع. والله بشرنا بطلوعه بإذن الله. كان معكم ريان ومجرم جيمز. هذه كانت قصتنا للريان وبس. سلام لي.